منتصر، مرحبا. كيف حالك؟ خير. كم سنك يا منتصر؟ 5 سنوات. 5 سنوات، ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش تقول للمشاهدين في بداية المقطع؟ وصل المقطع 100 إعجاب. ايش؟ مزح وصل المقطع 1,000,000 مشاركة. طيب اليوم جهزنا لك 100 سؤال، جاهز انك تجاوب عليها؟ جاهز بإذن الله. وأول سؤال وأهم سؤال، من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما كتابك؟ القرآن. كم عدد أجزاء القرآن؟ 30 جزءا. كم عدد سور القرآن؟ 114 سورة. كم عدد آيات القرآن؟ 6236 آية. كم عدد كلمات القرآن؟ 77,439 كلمة. كم عدد حروف القرآن؟ 323,671 حرف. أول سورة أنزلت؟ سورة العلق. أعظم آية؟ آية الكرسي. أطول آية؟ آية الدين. سورة نزلت كاملة؟ سورة الأنعام. ما هي السبع المثاني؟ سورة الفاتحة. ما هي قلب القرآن؟ سورة ياسين. ما هي سنام القرآن؟ سورة البقرة. ما هي عروس القرآن؟ سورة الرحمن. ما هي السورة المنجية؟ سورة الملك. آخر سورة أنزلت؟ سورة النصر. ما شاء الله. طيب كم عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة؟ 5 صلوات مفروضة. أذكرها. صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء. طيب كم عدد سنن الرواتب؟ 12 ركعة. صلاة الفجر كم ركعات؟ 2 مفروضة، وسنتها الراتبة 2 قبلية. ما المقصود بالقبلية؟ تصلى قبل الصلاة المفروضة. وصلاة الظهر؟ 4 ركعات مفروضة، وسنتها الراتبة 4 ركعات قبلية و2 بعدية. وصلاة العصر؟ 4 ركعات مفروضة وليس لها سنة راتبة. وصلاة المغرب؟ 3 ركعات مفروضة، وسنتها الراتبة 2 بعدية. صلاة العشاء؟ 4 ركعات مفروضة، وسنتها الراتبة 2 بعدية. أحسنت. طيب أي الأسماء أعلى منزله؟ أعلى الأسماء منزلة ما سمى الله بها ذاته. تحفظها؟ علمنا منها 99 اسما وصفة، ومنها اسم الله الأعظم، علمه من علمه وجهله من جهل. ما شاء الله. طيب اذكرها لي. هو الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. أحسنت، بارك الله فيك. طيب قل لي يا منصر، من خير خلق الله؟ خير خلق الله طه أحمد أبا القاسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر
ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، نسبة إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. أحسنت. كم عدد أركان الإسلام؟ 5. اذكرها. روى الإمام البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. أحسنت. شرب لك شاهي مدام. كم عدد أركان الإيمان؟ 6. اذكرها. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. أحسنت. كم عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ 11 زوجة. اذكرهن. خديجة بنت خويلد، وسودة بنت زمعة، وعائشة بنت أبو بكر الصديق، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وزينب بنت خزيمة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، وأم حبيبة، وصفية بنت حيي، وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهم جميعا. أحسنت. كم عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 28 غزوة، حدث في بعضها قتال وبعضها لم يحدث وأخرى صلح. طيب، ما الفرق بين الغزوة والسرية؟ الغزوة هي التي خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم للقتال بنفسه، والسرية هي التي أمر بها ولم يخرج فيها. أحسنت. ماذا تعرف عن الخلافة الراشدة؟ هي امتداد لدولة الإسلام التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم. كم عدد الخلفاء الراشدين؟ 5. أذكرهم. أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. أحسنت. أين حدثت بيعة العقبة الأولى؟ في مكة المكرمة. وكم عدد الذين بايعوا فيها؟ 10 من الخزرج و2 من الأوس. وأين حدثت بيعة العقبة الثانية؟ في مكة المكرمة. ومتى حدثت؟ في السنة 13 من النبوة. وبماذا اشتهرت؟ ببيعة حرب الأحمر والأسود. وكم عدد الذين بايعوا فيها؟ 73 رجل ومرأتان. أذكر ما حدث في البيعة. لما اجتمع القوم لبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال العباس رضي الله عنه: يا معشر الخزرج، أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه، فمن الآن فهو والله خزي الدنيا والآخرة إن فعلتم، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتم إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ إن نحن وفينا. قال: الجنة. قالوا: فابسط يدك نبايعك. فبسط يده فبايعه. أحسنت، بارك الله فيك. سعل سلهم سبحان 10 حم. طيب، ما هو أصح كتاب بعد كتاب الله؟ كتاب صحيح البخاري. وماذا تعرف عن الخلافة الأموية؟ هي أول الملك العام
الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم والله أهل فتوحات، وقد حملوا راية الإسلام بحقها يوم أن حملوها. أيوة. من الذي أسس الخلافة الأموية؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قصيدة يا عابد الحرمين لو أبصرتنا أرسلت من إلى من؟ من العالم العامل عبد الله بن المبارك إلى العالم العامل الفضيل بن عياض. من هو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وبماذا كان يلقب؟ فارس الخلفاء. كم من عذق رداح لمن؟ لأبي الدحداح في الجنة، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القائل لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 مخالفة لليهود؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حكام الأندلس الذي خاض 50 معركة ضد أوروبا وانتصر في كل معاركه؟ الحاج بن منصور. وما الذي كان يفعله بعد كل معركة؟ يجب غبار ملابسه في الزجاجة. لماذا؟ لتدفن معه وتشهد له عند الله. ومن الذي أعطاه رسول الله عصاه وقال له بها أعرفك بالجنة؟ عبد الله بن أويس رضي الله عنه. من زوجات النبي التي أرسل إليها سلام من الله عبر جبريل؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. من الصحابي الذي أخبره رسول الله أن جبريل يقول أن الله راض عنك فهل أنت راض عنه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من الذي رمى إبراهيم عليه السلام في النار؟ النمرود بن كنعان. من الحاكم الذي أمر أهل مملكته أن لا يغلقوا أبواب بيوتهم ودكاكينهم ل3 أيام مع لياليها؟ صلاح الدين الأيوبي. لماذا؟ ليطمئن على الجبهة الداخلية. فما كانت النتيجة؟ لم تحدث أي سرقة. وبماذا أفاده ذلك؟ توجه إلى الجبهة الخارجية وفتح بيت المقدس. الله أكبر. من الخليفة الذي كان عاما يغزو وعاما يحج؟ هارون الرشيد. وكم حكم من الأرض؟ ربع الأرض. وكم كان يصلي في اليوم والليلة؟ 100 ركعة. وبكم كان يتصدق في اليوم من ماله الخاص؟ 1000 درهم. وماذا كان يقول وهو يبكي عند قبره الذي حفره بيده؟ يا من لا يزول ملكه ارحم من يزول ملكه. أحسنت. من الذي ناظر كبار الملاحدة وغلبهم وهو دون 12 من عمره؟ الإمام أبو حنيفة. من العالم الذي اشتهر ببراعته في المناظرة؟ الإمام الباقلاني. من علماء الإسلام الذي ختم القرآن في السجن 80 مرة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وعندما توفى كان يقرأ أي آية من القرآن؟ إن المتقين في جنات ونهر. في من نزل قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما؟ ضمرة بن جندب رضي الله عنه. من الرجل الذي قتل الأسد الذي جلبوه جيش الفرس لقتال المسلمين؟ هاشم بن عتبة رضي الله عنه. من سيف الله المسلول؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. من أسد الله؟ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. من حواري رسول الله؟ الزبير بن العوام رضي الله عنه. من سيد شباب أهل الجنة؟ الحسن والحسين رضي الله عنهم. من صديق هذه الأمة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من فاروق هذه الأمة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من أمين هذه الأمة؟ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. من حبر هذه الأمة؟ عبد الله بن العباس رضي الله عنه. من قائد كتيبة الموت الإسلامية؟ عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. شرب شاي. من الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه. من الصحابي الذي بعثه رسول الله إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام؟ عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. من الصحابي الذي قال عنه عمر بن الخطاب
لا تولوه جيشا من المسلمين كي لا يهلكهم بشجاعته. البراء بن مالك رضي الله عنه. من رجل المهمات الخاصة في جيش المسلمين؟ محمد بن مسلمة رضي الله عنه. من أمين وحي السماء؟ جبريل عليه السلام. من هم العشر المبشرين بالجنة؟ أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. أحسنت. ما هي السنة التي تسببت بانتصار جيش المسلمين على أعدائهم قبل أن تبدأ المعركة؟ سنة السواك. ما الذي طلبه أصحاب الكهف من ربهم؟ الرشد. وما الذي طلبه الجن من ربهم عندما سمعوا القرآن لأول مرة؟ الرشد. وما الذي طلبه موسى عليه السلام من الرجل الصالح الذي ذكر في سورة الكهف؟ علمني مما علمت رشدا. فما هو الرشد؟ الرشد هو إصابة وجه الحقيقة، هو السداد، هو السير في الاتجاه الصحيح. أحسنت، بارك الله فيك.